قدم الترجي الرياضي التونسي يوم الأربعاء مدربه الجديد نبيل معلول لوسائل الإعلام قبل أن يقود الميران الأول له. اللاعب السابق للأحمر والأصفر أعرب عن أمله في أن يواصل الفريق تحت قيادته فرض سيطرته محليا مع السعي إلى الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا الذي استعصى كثيرا على النادي. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا نافع بن عاشور. مع افتتاح الميركاتو الشتوي وفي الوقت الذي انتظرت فيه جماهير الترجي أسماء اللاعبين الجدد الذين سيعززون الفريق، فاجأت إدارة شيخ الأندية التونسية الجميع بالتعاقد مع نبيل معلول كمدرب جديد للفريق خلفا لماهر الكنزاري المقال، ليعود معلول لناديه الأم كمدرب هذه المرة بعدما قضى فيه أكثر من 20 سنة كلاعب. 25 سنة في الترجي الرياضي التونسي، من اللي أنا معناها عمري 10 سنوات وأنا موجود في الحديقة هذه، عرفت فيها أحسن ذكريات كلاعب، تحصلت على 11 لقب. إن شاء الله نتمنى معناها مثل المسيرة اللي عملتها كلاعب إن شاء الله تتوج أيضا كمدرب. بعد تقديمه للإعلاميين من خلال مؤتمر صحفي شرح فيه معلول خطة العمل التي سينتهجها رفقة مساعديه، أشرف قائد الترجي السابق ومدربه الجديد على أولى الحصص التدريبية لتكون المصافحة الأولى مع اللاعبين وكذلك الجماهير التي واكبت التدريبات بأعداد غفيرة. نبيل مش غريب علينا، نعرفوه، ترينا عنده في المنتخب عدة مواسم، ظهر لي اشترى ملاعبيه الكل هذوما معناتها فما 6 ولا 7 ملاعبيه ترينوا عنده في فرق أخرى ولا في المنتخبات، دونك نعرفوه كيفاش يخمم، نعرفوه معناتها كيفاش يخدم، نحاولوا معناتها نقدموا معاه ونخدموا معناتها ونتعلموا منه برشا حاجات. ابتعاد نبيل معلول عن الملاعب لأكثر من 2 تفرغ فيها للتحليل التلفزي، وكذلك أخذه القطار وهو يسير في الترجي الذي أنهى المرحلة الأولى متوجا ببطولة الخريف متقدما على أقرب ملاحقيه النجم ب4 نقاط، عوامل تزيد من ثقل المسؤولية والتحديات التي تنتظر معلول في المرحلة القادمة. بعد تجربة كبيرة مع الجزيرة الرياضية من 2008، لأنه توقفت عن التدريب سنة 2008 مع المنتخب، ثم التحاقي كان بالجزيرة الرياضية اللي معناها من خلالها تمكنت باش نتعلم أشياء كثيرة، اللي تمكنت معناها أيضا من خلالها باش خلينا نقول نعرف اشياء ممكن خفيه ما كنتش نعرفها من قبل رغم المسيره الكبيره اللي عملتها مع الترجي مع المنتخب التونسي. بهدف مواصله الهيمنه محليا والعوده لمنصات التتويج افريقيا، اداره الترجي تختار نبيل معلول رجلا للمرحله القادمه بكل ما فيها من تحديات ورهانات. نافع بن عاشور، الجزيره الرياضيه.